مقاومة العصر منذ 6 أعوام وعفرين في ظل الاحتلال التركي الفاشي. 6 أعوام وعفرين تعاني من جميع الانتهاكات التي تمارس بحق الحجر والبشر والشجر بعقلية أخوانية دغمائية تحت اسم الإسلام، والإسلام بريء منه. منذ أمس قام مرتزقة الاحتلال التركي بإصدار إحكاما لا تقبله أي قانون دولي وإنساني بحق المرأة، وحكموا بالإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات بحق النساء بحجج واهية وبعيدة عن المنطق. ولا ننسى سياسة الأنظمة والقوى الفاشية تجاه كافة الشعوب وخاصة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والاختطاف والجلد من كافة المكونات والأطياف. يخافون من اتحاد وقوة وإرادة المرأة اللواتي لا يقبلن هذه السياسة الدكتاتورية، لذلك يتعرضن لأقصى أنواع التعذيب والقتل. وليس هذه أول مرة، إنما منذ العصور تعاني من هذه السياسة التعسفية وقمع الحريات من الناحية القانونية والشرعية. هناك بالمئات من النساء اللواتي يناضلن أمام الذهنية السلطوية والدولتية لرفع الظلم، أمثال المناضلات سكينة، سوسن، جيهان، بارين، أبيسة خابور وسلافة وركسانة وأمثالهم كثيرون. باسم جميع النساء كردا وعربا نرفض هذه السياسات وهذه